اهلا يا اهلا يا اهلا بالقعده اللي وحشتني. انتوا مش متخيلين القعده دي وحشتني قد ايه. انا بقالي سنه يا جماعه ما عملتش فيديو من النوع ده، ان احنا نقعد نتكلم مع بعض ويبقى كلام كده من قلبي. انا فعلا بقالي سنه، عارفين لما تحسوا بقالكم مده طويله قوي بتحسوا انتوا بتعرفوش تتكلموا، بتعرفوش تعبروا عن اللي جواكوا وتوصفوا اللي جواكوا صح، فبتختاروا انتوا تسكتوا. فكنت يعني معظم الوقت ساكته، لان انا فعلا مش عارفه اعمل فيديو زي ده، مش عارفه اطلع اكلمكم تاني من قلبي واقول لكم نعمل ايه لما يحصل كذا. كنت حاسه ان كل حاجه فقدت معناها، والاحساس ده لسه عندي منه حاجات بسيطه بس بحاول اقاومه. الفكره بقى ان انا قلت النهارده انا حاسه انه يعني كتير مننا قوي قوي مؤخرا بقى بيحس الحاجات اللي انا ممكن اوصفها لكم النهارده. فهقول لكم على كام حاجه ساعدوني مؤخرا ان انا احاول اتخطى كل الحاجات دي وارجع تاني اكون عندي نظره كويسه للحياه. الفيديو ده هيكون كلام من قلبي. اتمنى يا رب يا رب ان انا ما اقعدش اتلعثم في الكلام، لان انا بحس ان انا لما باجي اتكلم في حاجه عايزه اعبر عنها من قلبي ما بلاقيش لساني وبقعد اتهته، وده حصل لي مؤخرا. واتمنى يا رب فعلا الكلام اللي هقوله والحاجات اللي هقولها لكم تكون ملهمه ليكم وتساعدكم. اعملوا بقى حاجه تشربوها علشان، او قوموا اشتغلوا واعملوا حاجه جنبكم وانتوا بتتفرجوا عليا علشان ما بقاش بضيع لكم وقتكم على الفاضي. تمام، يلا بينا. اكتر حاجه حاسه ان انا عايزه ابدا الكلام معاكم فيها واتكلم فيها، علشان دي حاجه انا بحس ان هي بتحصل لكتير مننا مؤخرا، وانا وصلت لحاجه بجد فرقت معايا موت اخر فتره. وهي ان انا مش لازم استهلك طاقتي وتركيزي طول الوقت في ان انا اعرف سبب اللي انا فيه، قد ما لازم احاول انقذ نفسي واستهلك تركيزي وطاقتي في ان انا انقذ نفسي من اللي انا فيه. فاهمينها ازاي؟ انا كنت طول الوقت قاعده مركزه يا ربي ايه اللي وصلني للمرحله دي. طب السبب اللي وصلني للمرحله دي ده سبب صحي ولا سبب نفسي ولا بسبب الاحداث اللي بتحصل في العالم، فانا المفروض استنى لحد ما الاحداث اللي بتحصل في العالم دي تقف فانا هتغير وهبقى كويسه. طب السبب الصحي، عملت تحاليل وعملت اشعه، عملت كل حاجه ممكن تتخيلوا. انا حكيت لكم القصه بتاعت التحاليل والاشعه دي. طيب مفيش غير من سنه اكتشفت ان انا عندي جرثومه معده، وسعيت ان انا اخف من جرثومه المعده، والحمد لله اخر تحليل عملته كانت نسبتي فيها 15، يعني الحمد لله شبه خفيت منها جدا. فلان النسبه الطبيعيه عند كل بني ادمين بتبقى 10، فان انا 15 دي حاجه كويسه جدا. طب انا خفيت من الجرثومه، بس عارفين وقتها بقى اكتشفت ايه؟ انك ستشفى ولكن لن تعود كما كنت. لانه بيقولوا ان الجرثومه ساعات بتاثر على البني ادم نفسيا، وانه بيحصل تغيرات في جسم البني ادم في ان هو يكتئب، يبقى سهل، بتاثر على حاجات نفسيه في الجسم. لانه اساسها اصلا اللي سمعته انه اساسها بيكون نفسي، ان انت بتتعرضي لضغط نفسي كبير، فالحمض بتاع المعده بيقل فالجرثومه بتنشط. يعني مش شرط ان انت طول الوقت اتعديتي من حد، لا، هي بيبقى سببها قله الحمض في المعده. فالحمض في المعده ده لما بيقل هي بتنشط فبتتألق بقى، فبتأثر على حاجات كتير. وطول الوقت انا بحس انه المعده بيت الداء. لما المعده بتاعت البني ادم بتتأذي بجد بجد، يعني كل حاجه في جسمك بتتأذي، نفسيتك، صحتك، كل حاجه. فالمهم انا قعدت وقت طويل طويل قوي قوي فاكره ان انا هخف من الجرثومه هبقى زي الفل. خفيت من الجرثومه عادي، بيجي عليا وقت ببقى، او مش بيجي عليا وقت، اوقات كتيره بقى، بقت معظم الاوقات، ما هي عادي الحياه فوق وتحت شويه، لكن مش طول الوقت. انا بقيت طول الوقت حزينه، فده مأثر على يعني حياتي مع اولادي. طول الوقت حاسه ان انا بلوم نفسي وبأنب نفسي قوي، يا ربي انا مقصره معاهم ليه طول الوقت شايفيني حزينه، او معظم الوقت شايفيني حزينه. ببقى وقت قليل مبسوطه وبضحك وبهزر. ليه طول الوقت فاقده الهدف ناحيه اي حاجه بعملها؟ يعني انا مش عايزه ما بقاش عندي احساس اللي هو يعني ايه احط هدف علشان اوصل له واتعب علشان اوصل له. عادي، ما عيشي كده وخلاص. وفعلا بجد البني ادم لما بيسيب نفسه للحياه ويعمل بس المطلوب منه او اللي مجبر ان هو يعمله، الحياه بتمرجحه. انت بتبقي بني ادمه عايشه بلا هدف، بتيجي في وقت تعبتي فيه يوم ولا حاجه بتلاقي الدنيا انهارت عليكي لان انت مش ماشيه على خطه. اللي هو ماشيه كل يوم بتلصمي الدنيا. فلو اختفيتي عن تلصيم يوم واحد هتلاقي الدنيا انهارت فوق دماغك مره واحده. كمان حته اللي هو احساسي بقى انه كل حاجه بقت صعبه بالنسبه لي. الحاجه اللي ممكن تاخد مع الناس 10 دقايق انا ممكن تاخد معايا 10 ايام على بال ما اخد قرار وانفذها واعملها.
فحاسه ليه الحياه بقت صعبه كده؟ هل انا اللي مصعباها على نفسي، ولا هل تفكيري وافكاري اللي بيصعبها عليا، ولا هل انا مستنيه حاجه تحصل في حياتي هتظبط؟ يعني انا بقالي مثلا في الموضوع ده 3 سنين او سنتين مؤخرا، بجد اخر سنتين صعبين جدا جدا بالنسبه لي في الموضوع ده. فاكتشفت اكتشاف عظيم من حوالي شهر ان انا مش لازم اضيع عمري كله في ان انا اكون قاعده حاطه ايدي على خدي ومستنيه اعرف الحكمه، يا رب ايه سبب اللي بيحصل لي ده. عادي، انت ممكن تعيشي وتموتي وما تبقيش عارفه ايه سبب اللي حصل لك، او ايه سبب اللي وصلك للحاله اللي انت وصلت لها دي، انك طول الوقت تعبانه مهلكه متضايقه مخنوقه مش عايزه تكلمي حد، مش طايقه الناس. مش طايقه الناس. انا وصلت يعني ممكن اعرف اعبر عنه شويه، ان انا من كتر الحاجات اللي انا ببقى حاسه بيها بقى عندي حته ان انا مش واثقه في نفسي، مش واثقه في شكلي، مش واثقه في طريقه كلامي، مش واثقه في تعاملي مع الناس، بلوم وبنكت في نفسي قوي لما بتعامل مع حد. طب يا ربي انا الكلام اللي انا قلته ده كان عادي، ولا ممكن يكون سبب ضايق اللي قدامي؟ بفكر كتير تفكير كتير كتير من كتر ما انا لما بتعامل مع ناس بأرهق من تفكيري في الكلام اللي قلته بعد ما بيبقى كلام عادي على فكره. فبس بأرهق قوي من كتر تفكيري، بطلت اتعامل مع الناس عشان انا مش عايزه ارهق الارهاق ده. يعني بقيت شايفه انه يعني اي حاجه محيطه بيا او اي كلام وتعامل مع اي حد هيبقى استهلاك لطاقتي، وانا مش عايزه اقعد افكر كتير. فبقيت منعزله زياده عن اللزوم. انعزالي ده خلاني طول الوقت منطويه على نفسي. بقيت احس ان انا بتلعثم في الكلام، بجد بتهته لما بقعد اتعامل مع حد او اتكلم مع حد. انا ببذل مجهود على فكره عشان اعرف اصور لكم الفيديو ده، لان فعلا لسه عندي احساس اللي هو مش عارفه اعبر قوي عن مش شايفه حاجه تعبر عن اللي انا حاسه بيه. هو كل اللي انا حاسه بيه ان انا انسانه منطفيه جدا 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 من جواها، فاقده معنى كل حاجه المفروض تكون بتعمله في حياتها. فده مأنب لها ضميرها، مخليها حاسه ان عمرها هيجري من غير ما تسيب حتى اثر في حياه ولادها. فلا، انا حاسه ان انا طاقتي مستهلكه قوي قوي في ان انا اعرف السبب اللي هيحل لي المشاكل دي، مع ان انا ممكن استهلك طاقتي وتركيزي في ان انا احل المشكله اللي انا واقعه فيها، ان انا انقذ نفسي من اللي انا فيه. فجيت من حوالي شهر، بجد والله العظيم كان يوم جمعه، انا صاحيه، عمري ما وصلت بقى للمرحله دي. البيت زريبه كله داخل في بعضه، هدوم مش منظمه، مطبخ مش منظم، انا نفسي مش منظمه، ما عنديش اي طاقه لاي حاجه خالص. المفروض انا اعمل حاجات كتير. جيت في اليوم ده انا فعلا مش راضيه عن نفسي، وصلت بقى لمرحله اللي هو لا 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 لا، الموضوع ده لازم له حل. قعدت بجد اتخيل شكل الحياه اللي انا عايزاها. انا عايزه يوم الجمعه الجايه اصحى من النوم نفسيتي كويسه، حاطه اقعد اشغل بخور علشان بيتي اصلا نظيف، واعمل فطار لولادي بنفس، واقعد اقرا سوره الكهف، ويبقى ليا كده وقت كده ابقى مرتاحه نفسيا في اليوم ده. تخيلت شكل الحياه اللي انا عايزاها. طيب التخيل ده هنتخيل ونقعد جنب التخيل، مفيش حاجه هتحصل ومفيش حاجه هتتحقق. رحت عملت خطه، جبت الاجنده بتاعتي، مع ان كان بقالي مده طويله والله العظيم بمسك الورقه والقلم بحس ان انا مش عارفه اكتب، حاسه ان انا شايفه الحياه اللي انا عايزاها، بس مش عارفه اعملها. مش في ضبابه كده، في تشتت، كل حاجه داخله في بعضها، فكل حاجه بقت صعبه لان انا كل حاجه داخله في بعضها معموله كده. مش عارفه حد هيفهم اللي انا بوصفه ولا لا، بس قلت هحاول اقعد مع نفسي، ويوم واتنين وتلاته على حد ما قدرت امسك ورقه واقعد اعمل لي خطه اكتب فيها انا النهارده لازم اعمل، اصحى من النوم اعمل كذا، بكره لازم اعمل كذا، وبعده وبعده وبعده، ال5 ايام او ال6 ايام بتوع الاسبوع لازم اعمل فيهم الحاجات دي، علشان يوم الجمعه الجايه تيجي وانا عامله كل الحاجات اللي انا تخيلتها. لما بتكتبي الحاجه مخك بيشوفها واضحه وبيركز فيها قوي، ولما بتقومي تنفذيها بتلاقي نفسك انا النهارده التزمت بالحاجه دي، انا بكره عايزه التزم بالحاجه التانية. التزام يوم واثنين وثلاثه بيخليكي تحسي بثقتك في نفسك بترجع لك تاني، ورضاكي عن نفسك، لان لما بتلتزمي بتحس انا راضيه وواثقه في نفسي. هو كده، مش هقولك هتبقي مبسوطه 100% من واحده مطفيه طول الوقت، بس هتبقي راضيه عن نفسك بنسبه كبيره قوي قوي قوي. ده هيشجعك على الاستمراريه، انت شفتي شكل الحياه الحلوه فانت عايزه تفضلي مستمره عليها. انا بحاول انقذ نفسي طول الوقت من نفسي قبل ما اكون بحاول انقذها من اي حاجه تانية. والبني ادم لما بيسيب نفسه لافكاره بيضيع نفسه. يعني في ايه كده بتستوقفني كتير قوي كل ما باجي اقراها، ولا تقتلوا انفسكم.
ساعات بحس ان قتل النفس مش بس ان انا همسك سكينه واوزعها في نفسي وانتحر واقتل نفسي، لا بجد قتل النفس ممكن اقتل نفسي بافكاري، ممكن اقتل نفسي بشويه عادات انا مصممه عليها بعملها كل يوم. كنت في مره قريت حد بيقول حاجه مش فاكره في كتاب او كانت في فيديو، انت مستني ايه من نفسك وانت يعني مستني ايه في حياتك يتغير وانت بتصحى تعمل كل يوم نفس الحاجه اللي عملتها امبارح؟ يعني بجد ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. النقطه البدايه من عندي انا، فانا لو ما قمتش وحاولت انقذ نفسي باي شكل من الاشكال بجد هفضل في القاع وحياتي هتخلص وانا في القاع. عادي على فكره انتوا ممكن تلاقوني كمان شهر وشهرين وقعت، بس لما عرفت اللي انا بقول لكم عليه ده بقيت عارفه الحاجات اللي انا ممكن امشي عليها حتى لو وقعت هقوم بسرعه ان شاء الله باذن الله يا رب. سبب ان انا بقيت عارفه ايه اللي انا محتاجه اركز فيه، محتاجه اركز في انقاذ نفسي مش في الحكمه لان يعني من قصه سيدنا موسى والخضر، الحاجات اللي سيدنا الخضر عملها ما كانتش يعني ما كانش حد فاهم منها الحكمه. يعني اصحاب الحاجات اللي اتعملت دي، اللي صاحب السفينه ما عرفش ليه هي اتخرقت، وصاحب يعني واهل الغلام ما عرفوش هم ليه ابنهم اتقتل. فعادي ممكن الناس دي تكون عاشت وماتت وهم مش فاهمين الحكمه من اللي حصل ده او ليه ده حصل. لان في حاجات كتير في حياتنا مش لازم نكون فاهمين الحكمه منها قد ما لازم نكون في الوقت ده احنا صابرين على الحاجه دي وبنحاول وبنقاوم وبنقوم وبنعافر وبنسيب اثر في حياتنا واحنا مهلكين. بس دي اول حاجه بجد كنت عايزه اقولها لكم من كل قلبي. بجد ساعدوا نفسكم ساعدوا نفسكم ساعدوا نفسكم، لان مفيش حد هيساعدكم، محدش هيفهم اللي جواكم. لو قعدتوا تتكلموا 100 سنه مع حد باللي انتوا حاسين بيه، ممكن تلاقوا حد يقلل من اللي انتوا حاسين بيه، او مش يقلل، مش هيبقى فاهمكم قوي قوي، فمش هيفيدكم. هتحسوا بس ان انتوا قضيتوا وقت بتشتكوا، ده انا حاسه وحاسه 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 وحاسه. فالاحساس لما بتقعدي توصفيه قوي قوي بيزيد عندك اضعاف على فكره. بس فما تركزوش بقى مع كل، حاولوا تنتشلوا نفسكم من القاع ده وتطلعوا شويه واحده واحده. وزي ما قلت لكم او مش عارفه قلت لكم ولا لا، ان كل حاجه بتيجي واحده واحده. مش انا متبهدله النهارده هصحى بكره الدنيا مترتبه وحياتي مترتبه، لا كل حاجه بتيجي بخطوات. ممكن تقعدي اسبوع ترتبي نفسك. وثلاث حاجات بجد بيساعدوني بحسهم ان هم متواصلين مع بعض، او هم الثلاثه ماسكين في بعض، ما ينفعش اعمل حاجه واسيب الثانيه. اول حاجه الجانب الروحاني. الجانب الروحاني بيفرق جدا جدا. انت تكوني ليكي خلوه كده كل يوم 10 دقايق او ربع ساعه بتقعدي تمسكي مصحفك تقراي ورد، تبقي مستمره على صوره معينه بتريحك نفسيا بتقرايها كل يوم. يبقى ليكي ذكر معين بتقعدي تقوليه كده، انا صليت وقعدت كده ربع ساعه انا قاعده بس هاديه كده ما بعملش اي حاجه في حياتي. او في ذكر طول الوقت في لسانك، لا اله الا الله، اي ذكر انت بترتاحي له تفضلي تقوليه. الاذكار دي بتساعدنا على نقطه مهمه قوي، ان هي بتهدي قوي الضغط اللي بنكون حاسينه في قلوبنا. يعني الا بذكر الله تطمئن القلوب، دي حقيقه فعلا فعلا. انا كان بيجي عليا وقت انا عايزه اعمل الحاجه، والله انا بقيت مثلا كويسه وعايزه اعمل الحاجه مش قادره اعملها من كتر ما بحس قلبي مقبوض وعمال يدق قوي 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 قوي، وبانك بقى وهموت حرفيا علشان قررت اعمل حاجه هتفرق في حياتي او هرتب حاجه. فموضوع ان احنا يبقى لينا خلوه كده مع الله واذكار دايما بنقولها، دي بتفرق جدا جدا معانا. تاني حاجه الجانب الصحي. لو انت تحسي طول الوقت مهبطه خدي مكمل غذائي. مش عارفه ايه بقى المكمل الغذائي، بس في مكملات غذائيه كتير في الصيدليه. اهم حاجه تاخدي حاجه تكون مناسبه ليكي، بجد بيدي نشاط. يعني انا بحس كده، بحس حتى لو انا جيت في ايام كنت مهلكه وعايزه ارجع تاني اظبط الدنيا زي ما بقول لكم كده، لما بركز مع الجانب الروحاني بلاقي نفسيتي بقت كويسه وقلبي كده بقى هادي وبقيت مطمنه. بس مش قادره، مهبطه بقى، جسمي تعبان، جسمي فاقد عناصر غذائيه كتير، فده بيساعدني. تالت حاجه انك ترتبي محيطك، ترتبي المكان اللي انت عايشه فيه واحده واحده. يعني بحس ان انا كده لما بيجي عليا وقت بكون في الدمار، خلينا نقول اي تعبير، يعني عايزه ارتب الدمار ده تاني، باخد وقت، باخد فيه اسبوع كده، لازم يكون اسبوع تمهيدي.
باخد فيه فيتامينات، بركز فيه كده قوي قوي على الجانب الروحاني، وارجع كده اقرا سوره البقره واستمر عليها، ويكون كده ليا خلوه مع الله. تالت حاجه انه الموضوع الفيتامينات، بحس الثلاثه دول بيساعدوني بقى ان انا اقوم تاني، واحس ان انا عندي طاقه تاني ان انا احط هدف واحققه، اركز مع اولادي، ابقى مبسوطه، ابقى مش هبقى مبسوطه ان انا طول الوقت مزقططه وبتفطط من الفرحه، بس ببقى راضيه كتير عن نفسي. بعد ما بعمل الحاجات دي ببتدي احط روتين، بلاقي نفسي ملتزمه بالروتين، فببقى راضيه عن نفسي، واثقه في نفسي، حاسه ان انا اليوم عدى عملت اللي عليا الحمد لله، فكويسه. ايه هيجي ايام هنغطس فيها وهنقب فيها تاني، بس الايام الاكتر انا كويسه، او عارفه اكون كويسه. مش لازم ابقى كويسه، بس عارفه اكون كويسه، او عارفه اعمل الحاجات اللي تخليني كويسه. مش عارفه، حاسه ان انا اتكلمت كتير قوي في النقطه دي، يمكن علشان يعني استحملوني، عشان انا فعلا مش عارفه اعبر بدقه قوي وبكلام بسيط عن الحاجه اللي انا عايزه اوصلها لكم. بس يا رب يا رب اكون قدرت اوصل لكم الاحساس اللي انا حاساه والحاجات اللي فرقت معايا، يمكن تعملوها تفرق معاكم ان شاء الله يا رب. مبسوطه من الخطوه دي من نفسي على فكره، عشان كانت خطوه مخوفاني، انا هطلع اتكلم، مين هيهتم ويسمع الكلام ده؟ طب الكلام ده هيبقى مفيد لحد ولا لا؟ طب بقيت بفكر كتير، وبجد اعذروني لان هي بتبقى حاجه غصب عني قوي قوي، وهي دي اللي بتاخرني. بحاول اقاومها بجد، علشان انا مش هفضل في القاع. انا عندي حاجات كتير قوي نفسي اسيبها، نفسي تسيب اثر في حياه الناس، نفسي تسيب اثر في ولادي، فمش عايزه اسيب نفسي كده. المهم يا رب دايما نكون كويسين، ونكون دايما صحبة خير، بنعين بعض على الحياة، ولو ما شفناش بعض في الدنيا نشوف بعض يا رب في الجنة. يعني دايما بحس ان انا نفسي يعني اشوفكم كلكم، ونقعد ونعمل نسكافيه، ونقعد نرغي مع بعض كده، ونشكي احوالنا واهوالنا ونشجع بعض. فبجد بحبكم جدا، وانتوا ليكوا اثر طيب في حياتي بجد. يعني من الحاجات اللي بتساعدني كتير في اوقات كتير كلامكم. يعني ساعات ببقى غايبه وقت طويل وافتح الانستجرام واشوف الرسايل، يا توشو ما تغيبيش، يا توشو انتي ليكي اثر في حياتنا، يا لهوي لو تعرفي انتي بتاثري بينا ازاي، ما كنتيش هتغيبي الغيبه دي. ف بجد شكرا لاي حد قلبه لطيف وجميل. قولوا لي برضو لو اي حد كان في حاجه عملها وساعدته، اكتبوها في الكومنتات. احنا هنا يا جماعه صحبه وشبه بعض جدا، ودي اكتر حاجه مريحاني في القناه بتاعتي. دايما بحس انا مش عايزه قناتي تبقى متشافه قوي قوي، ده الاحساس عندي من اول يوم فتحت فيه قناتي. انا مش عايزه ابقى متشافه موت، قد ما عايزه ابقى متشافه في الحدود اللي انا عايزاها، الناس اللي شبهي، اللي هو احنا شبه بعض، بنقعد نتكلم مع بعض، احنا كويسين يا ولاد الحمد لله. يلا اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، مع السلامه.